أهلا بك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من الاستوديو التحفيلي. والليلة زي كل ليلة التحفيل هيكون على نادي البليلة، مدرسة الضحك والفرفشة، نادي المزاريطة الرياضي. يلا بينا بسرعة ندخل في التفاصيل ونبدأ التحفيل. بعد خروجه من الكونفدرالية على أرضه أمام جمهوره، الزمالك النهارده بيخرج من كأس الرابطة بعد ما سجل هدف مقابل لا شيء في نادي سموحة، واللي بيعتبر إن هو خسر وطلع من البطولة. طبعا قبل كده كان الزمالك بيفوز بنتيجة 1-1، وكان بيفوز بنتيجة 0-0، وكانت نتيجة مرضية لهم جدا واعتبروها إنجاز للمدرب بيسيرو. النهارده النتيجة 1-0 لهم، ودي كانت نتيجة خسارة وغير مرضية، وده خلى عماد نبيل دونجا يتخانق مع الحكم في نهاية المباراة، وما كانش راضي عن التحكيم المصري اللي كان من يومين بس كحك بسكر. كده الزمالك ودع الرابطة، وبعدها على طول خد توأمه في ايده اللي هو نادي بيراميدز اللي ودع بعد ما خسر من حرس الحدود 2-0. ده طبعا بعد ما خسر من فريق أحد بوش. ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية بنادي المزاريطة زيزو كلم عمرو الجنايني وقال له والدي موقع على عقود وفيه شرط جزائي كبير، وقال له لو تعرف تدفع الشرط ده خلصه، وانا من بكرة اجي واوقع انا ووالدي مع الزمالك. أيمن يونس، انت عارف يا زيزو انا زعلان عليك ليه؟ لانك اخترت 2-3 يزيد فيهم رصيدك البنكي 40-50 مليون عن المعتاد، بس بالمقابل خسرت 40-50 سنة تعيشهم وحيد من دون جمهور. عفت نصار، عندي معلومات مؤكدة ان لجنة الكرة في نادي الزمالك وقعت مع أسامة أبو علي، وكمان وقعوا مع مروان عطية، وده رد طبيعي جدا على تعاقد الأهلي مع زيزو، ورد قاسي على الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وهتخلي الأهلي يفكر مليون مرة قبل ما يتعاقد مع لاعب من الزمالك مرة تانية. ميدو، سيتم تغيير اسم نادي الزمالك إلى ريال زمالك على غرار ريال مدريد بصفته نادي ملكي ليتماشى مع الدوري الأسباني. يا سلام، سلم على مخك البلالان يا بحر العلم يا ترعة المفهومية يا فيلسوف الحمير. ودي إحدى الحبدات من دماغ متكلفة. مدرب الزمالك المصراوي عملنا طفرة في الكرة النسائية، وتعادلنا مع الأهلي ضيع الدوري عليه، بالظبط زي ما أبوك يقعد يضرب فيك لما إيده توجعه والآخر تقول له ما وجعتنيش. والمرة دي مع مريم مصطفى. الاتحاد المصري لكرة الطائرة أبلغ مريم مصطفى بعدم قدرتها على الانضمام إلى أي نادي إلا بعد تسديد الغرامة الموقعة عليها لصالح الأهلي، وهو ما يجعل الاعتزال مهربها الوحيد بعد تنصل الزمالك من تسديد الغرامة. مريم مصطفى دي اللي في 23 طلعت هجمت الجمهور وقالت انتوا بتقولوا أنا ندمانة على انتقال للزمالك، أنا بعيش أسعد أيامي في الزمالك. يلا عيشي أسعد أيامك يا مريم. أخيرا زيزو يخاض الزمالك. مسؤول النادي هددوني وروعوني لتجديد التعاقد وحرضوا الجماهير ضدي وأثاروا الفتن، وده طبعا بعد ما فرقوا عن التمرين ونادي الزمالك وقع عليها عقوبة بالخطأ. عزيزي المشاهد، حرصا على حياتك وعلى صحتك بنكتفي بالقدر ده، ونسيبك مع الضحك علشان ما يحصلكش حاجة، وعلى وعد بلقاءات كتيرة تانية إن شاء الله مع نادي المزاريطة، ونضحك كلنا سوا.